عارفين الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 بالليل. وقلت بقى ايه، اطلع بقى الكيكة اللي انا عاملاها. كنت عاملاها الساعة 12 بس حطيتها في التلاجة، وعملت لي كوباية شاي بلبن كده، وقلت اشوف الكيكة ام 2 بيضة دي اللي طالعة ما شاء الله. بصوا هشة ازاي، انا مش مصدقة بجد. كل مرة اعمل كيكة ب2 بيضة بس تطلع هشة بطريقة ولا كأنها سبونج كيك خالص، يعني كأني جايبة دقيق سبونج الجاهز ده وعاملاه، وطالعة معايا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، هشة هشة وتحفة. ونرش بقى عليها كده رشة ايه، سوداني مجروش كده من شوية دلع يعني. وكنت صب عليها صوص شوكولاتة، طبعا ايه كنت مخرماها كده شوية وخليتها ايه شربتها، فطالعة روعة 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 ومنتهى الجمال واقتصادية جدا. مفيش فيها أي حاجة زيادة غير كوباية لبن وكوباية زيت وكل مقادير الكيكة العادية، اللي هي بنعملها الكيك شاتو العادي، بس ب2 بيضة بس. منتهى الجمال والله. بصوا الجمال ده، أنا ما بعملش كده يعني، ما بتطلعش معايا لو حتى 5 بيضات. بصوا طالعة هشة ازاي، كأني بالظبط سبونج كيك. بصراحة تنفع تورتة، تنفع تتعمل يعني تتعمل لها كريمة وكده وتبقى تورتاية روعة. كوباية الشاي بلبن المعتبرة بقى، وبألف هنا وشفا عليكم. يلا جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وحط لكم المقادير في أول كومنت. المقادير بتاعتها بسيطة جدا والطريقة بتاعتها سهلة سهلة جدا جدا. ما تنسوناش بقى وتشوفوا بقية الفيديوهات بتاعتنا، قناة بهارات ستات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا جمالها، بصوا ما شاء الله عالية ازاي، والله دايما دايما بتبهرني. يلا اشوفكم بقى على خير ان شاء الله قريبا بإذن الله. يلا متنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.